من بعيد اول ما اعمل كده الله يخرب بيتك. اتحكم فيهم كلهم زي ما انت شايف. ومش كده وبس، انا هتنقل بين الابلكيشنز بكل سهوله. ايه ده؟ بص الناس هتشتري التليفونات ازاي بقى؟ شو اللي سويته انت؟ لان هاي مصيبه، يعني المفروض ان ابل يعني اصعب جهاز انه يتهكر في العالم. اول حاجه بتيجي في دماغك اول ما بقول لك هات تليفونك بتخاف ان هو يبوظ، صح؟ طيب بالنسبه للناس اللي مش مصدقه بقى الحاجات اللي انا بعملها في التليفونات، انا النهارده جيت شركه ابل في دبي في الامارات عشان اوري لك حاجه عمرك ما هتشوفها في حياتك. بص بقى، دي ايفونات 16 برو ماكس، صح؟ جميل جدا. انا هعمل حاجه عايزك تركز معايا واعرفكم ان ابل مهما تعمل بومبو هيفضل يتحكم في اي حاجه يعملوها. ركز بقى، بص تعالى كده، بص التليفونات اهي ما فيهاش حاجه فيديو شغال او حاجه اهو، صح؟ تمام. جميل اهو. الاضاءه ثواني، ايوه اهو، علي الاضاءه على الاخر، كله شغال، صح؟ ركز بقى. تمام. من بعيد اول ما اعمل كده الله يخرب بيتك. اتحكم فيهم كلهم زي ما انت شايف. ومش كده وبس، انا هتنقل بين الابلكيشنز بكل سهوله. الله يخرب بيتك، بوظت الاجهزه ودول وهبوظ التليفونات خالص بقى. بوظت الاجهزه خالص. كده التليفونات باظت. ايه اللي انت عملته ده؟ اهو مهما حاولنا نروح كده يا نهار كده. اسود، الاجهزه باظت. شبه التليفونات باظت، يا انا نهار بس اللي أسود. اقدر اتحكم فيهم. يا نهار نسيبهم أسود. ونمشي بقى. يا نهار اسود، أنا انت كل ده عايزكم تقولوا لي بقى لو التليفون بتاعكم حصل له كده انت هتعملوا ايه؟ كل ده عشان واحد بس قال لك انت بتلعب في التليفونات؟ ايوه عشان ما حدش يتحدى. جيت دبي مخصوص؟ ده على فكره 16 برو ماكس جديد اهو. يا ده نهار أهو. اسود، هو يا ده. نهار اسود كلهم. الله يخرب بيتك، بوظت 3 اغلى اجهزه في العالم. طب ليه كده؟ ارجعهم تاني ولا بلاش؟ رجعهم يا عم، ما نروحش رجعهم. 60 داهيه معناش فلوسهم. طب بص، انا بس عايز اوري الناس اللي هم حتى مربوطين ما فيهمش حاجه غريبه ولا حاجه، صح؟ ماشي، بس هعمل كده ويرجعوا تاني. ايه ده؟ انت رجعتهم ازاي؟ كلهم رجعوا سلام، مفيش حاجه غريبه. بس ركز بقى، مجرد من بعيد هعمل كده اتحكم في التليفون زي ما انت شايف. ومش كده وبس، هقدر اتنقل بين كل الابلكيشنز زي ما انت شايف كده بكل سهوله. وعشان اثبت لك ان انت مش تقدر تتحكم فيه ولا تبص فيه بصه واحده، التليفون شبه باظ. مهما حاولنا نيجي يمين شمال التليفون مش هيخليك تقدر تبص فيه. بتاعك تليفونك مش تليفوني. هو بص فيه بتاع ولا بص لا؟ الله اكبر الله اكبر. بص، حتى لو جينا ناخد صوره كده حتى وهي بايظه هتلاقي الصوره موجوده زي ما هي اهو، بس شبه بايظه خالص، صح؟ شو سويت؟ نرجعه تاني ولا خلاص؟ طب اقول لك على حاجه، بص حتى لو قفلنا التليفون برضه هتلاقيه مش شغال. نور مش شغال. شو سويت انت؟ افتح، نرجعه تاني. رجع. خلاص نرجعه لك عشان ده تليفونك. افتح ايدك، اوبن، خليه هنا. في ثانيه مجرد ما اعمل كده يرجع سليم. لا كيف شو سويت انت؟ تليفونك اهو، اتاكد ان هو رجع سليم، مفيش فيديو ولا حاجه اهو، شغال، مفيش حاجه غريبه. بيتر بومبو. عملت ايه يا معلم؟ انا كنت عامل الحوار كله من الاول بس مش مترجم برضه. كيف تحكمت فيه انت؟ انا ماجيشن، لاعب خفه. لا بس هاي مش خفه، هذه هاكر. هاكر؟ لا انا بيتر بومبو بعمل ماجيك تريكس. الحين يعني اللي روحت بتتحكم فيه؟ لا خلاص مش هتحكم فيه تاني خلاص. قول لهم بس ان ده تليفونك عشان ما يقولش ان احنا متفقين مع بعض. لا صراحه بدون اي اتفاق. يا عم انت جربتها في تليفون ابل بتاع ابل دلوقتي من لا شويه. بس شو اللي سويته انت؟ لان هاي مصيبه. يعني المفروض ان ابل يعني اصعب جهاز انه يتهكر في العالم. بس مش عليا انا. لا بس شو سويت؟ انت عملت كده قول لي ازاي؟ بقى انا لو عملت كده في تليفونك هتعمل ايه؟ يلا تنسوش بقى تعملوا لايك وشير والحاجات الحلوه دي. استنوني فيديوهات جايه هتعجبكم وتجننكم. ولو مش متابعني تابعني على صفحتي بيتر بومبو عشان اللي جاي هيجننك. بيتر بيحبك. يلا شكرا، بحبكم، سلام.